تخيل انك بدأت تتعلم حاجة جديدة، كورس، لغة، مهارة، متحمس جدا في الاول، بتتفرج على فيديوهات، بتاخد نوتس، حاسس انك فاهم كل حاجة، بس بعد اسبوعين ولا حاجة اتغيرت، لسه مش عارف تتكلم، لسه مش عارف تطبق، ولسه حاسس انك بتتعلم من غير ما تتعلم بجد. والمشكلة مش فيك ولا في الكورس، المشكلة ان الطريقة اللي بيتعلم بيها اغلبنا مبنية على فهم قديم جدا للمخ. وفي كورس مشهور جدا على كورسيرا اسمه Learn How to Learn، تعلم كيف تتعلم، وعلم ملايين من الناس اساسيات التعلم. بس خلال اخر 5 سنين الابحاث طورت الافكار بتاعته بشكل كبير جدا. فالحلقة دي مش اعادة شرح للكورس، ولكنه تحديث ازاي تتعلم اي حاجة بشكل يخليك فعلا تتغير، مش بس انك تعديه وخلاص. وانا سميته تعلم كيف تتعلم بلس. انا دكتور منعم، وانت بتسمع حلقة جديدة من بودكاست عقلية، البودكاست الهدف والاستثمار في عقليتك في كل جوانب الحياة. الحاجة الوحيدة اللي هتضمن ان البودكاست ده يقدر يجيلك بشكل مجاني عشان يساعدك في حياتك هو انك بس تشترك في القناة وتساعدنا نوصل ل 500 ألف مشترك قبل نهاية السنة. في الحلقة دي احنا مش هنتكلم عن المذاكرة بس، هنتكلم عن ازاي بجد تتعلم مهارة، ازاي تلتزم بحاجة وانت بتتعلمها، وازاي وانت بتتعلم تبقى شخص فعلا بيتطور. لان مشكلتك مش انك بس بتتعلم، المشكلة انك اتعلمت تتعلم غلط، او يمكن ما اتعلمتش اصلا ازاي تتعلم. كفاية من كمية التعليم دي، ويلا ندخل في الحلقة. اول محور في الحلقة ان المفاجأة انك مش بتفشل، ولكن انت بتتعلم غلط. فاكر اخر مرة حاولت تتعلم فيها حاجة جديدة؟ ممكن تكون لغة، ممكن كورس، ممكن حاجة بسيطة زي انك تروح الجيم. في الاول بيكون حماس، بتفتح فيديوهات وتاخد نوتس، وكمان بتحس انك فاهم كل حاجه، تبان انها ماشيه بشكل صح جدا. وبعدين فجاه بتلاقي نفسك وقفت، او كملت بس من غير نتيجه، او خسرت المجهود، او اسوأ حاجه انك كملت وانت حاسس انك بتتعلم بس في الحقيقه مفيش اي تغيير بيحصل. والنقطه دي تحديدا هي اخطر نقطه في الحلقه كلها، انك تبقى فاكر انك بتتقدم وانت في الاصل واقف مكانك. في علم النفس في مفهوم بيشرح ده اسمه وهم الكفاءه، والموضوع مش احساس، ده اثبت بتجارب علميه كتير. واحده من التجارب دي اتعملت على مجموعة من الطلبة، قسموهم لمجموعتين، مجموعة بتذاكر بالطريقة التقليدية، قراءة، تظليل وإعادة، ومجموعة بتقفل الكتاب وبتحاول تفتكر من دماغها. المجموعة الأولى كانت واثقة إنها فاهمة جدا، أما المجموعة التانية كانت حاسة إنها ضعيفة. بس لما اتعمل اختبار حقيقي بعد فترة، النتيجة كانت صادمة. الناس اللي كانوا شاكين في نفسهم اللي هم بتوع المجموعة التانية كانوا أحسن بفرق كبير عن اللي كانوا موهومين إنهم فعلا ذاكروا المادة دي. واللي استنتجوه إن التعلم مش بيحصل وقت ما تحس إنك فاهم، لسه قاري المعلومات وكل حاجة حاضرة في ذهنك، لكن التعلم بيحصل حقيقي وقت ما تحاول تسترجعها. وهنا لازم نكسر فكرة مهمة جدا. انت ممكن تكون فهمت الدرس، قرأته 3 مرات، وتشرح لنفسك كمان وانت بتبص على نفسك، وبرضه ما تكونش اتعلمت. وهنا مش قصدي قصة الدرجات، انا قصدي التعليم الحقيقي اللي ممكن فعلا يطورك. والسبب انك ممكن ما تكونش اتعلمته ان مخك ببساطة بيخدعك، بيخليك تحس انك فاهم لمجرد ان الحاجة مألوفة. وده نفس الاحساس اللي تحسه لو سمعت مثلا اغنية كتير، بتحس انك حافظها، بس اول ما حد يطلب منك تقولها بتتكشف يا معلم. وده بالظبط اللي بيحصل في التعلم. والكيس اللي احنا شرحناه ده مش قصة واحد كسلان، ده بالعكس، ده قصة واحد بيحاول، بس للأسف المحاولات دي بتذهب هباء منصورة لأنه بيعملها بالطريقة الغلط. والطرق اللي انت اتعلمتها مصممة انها تخليك مرتاح، لكن التعلم الحقيقي بيبدأ اما يكون فيه نسبة من الصعوبة، وده اللي بيسميه العلماء desirable difficulties، يعني صعوبات مرغوبة. عشان لو التعلم سهل غالبا بيكون مش فعال، بس لو حاسس بصعوبة وانت بتتعلم بنسبة كبيرة انت فعلا على الطريق الصحيح. واكيد فهمت ان انا وانت متبرمجين على طريق غلط، بنحب السهولة، بنحب احساس اننا فاهمين ومرتاحين واحنا بنتعلم حاجة جديدة، فبالتالي بتهرب من الحاجة الوحيدة اللي بتخليك تتعلم فعلا، وهي الغلط. جرب كده تفتكر حاجة اتعلمتها بجد في حياتك، وليكن ركوب العجل، هتلاقي انك غلطت فيها كتير جدا، واتلخبطت مرة واتنين وتلاتة، وحسيت ان مش فاهم ازاي تبقى مركز مع الطريق ورجلك تكون بتتحرك في نفس الوقت واخد بالك من الاتجاهات. كل ده ازاي هيحصل في نفس اللحظة وانت مكتشف دلوقتي ان ده ما كانش عيب حقيقي لا في قدراتك ولا في شخصيتك، ده هو ده شكل التعلم الحقيقي. فالفكرة اللي عايز اطلع بيها من الجزء ده هي كالآتي: مش كل وقت انت بتحطه في التعلم بيساوي فعلا تقدم وتطور، ومش كل احساس بالفهم معناه انك اتعلمت فعلا. ممكن جدا تكون بتذاكر 5 ساعات ومش بتتحسن، وممكن ساعة واحدة تكون كافية تحطك على الطريق الصحيح. لان التعلم الحقيقي
مش بس اني ادخل المعلومات، لكن اني اقدر اطلعها وكمان استخدمها. وده الفرق بين واحد عارف وواحد متعلم. واما العلماء جم يفهموا ايه القصه دي، اكتشفوا ان المشكله مش في الفهم، المشكله في التحويل. حاجه اسمها انفورميشن ترانسفير، يعني تحويل المعلومات. ومن هنا نبدا نغير كل حاجه. مشكلتك انك مش بس عندك وهم الكفاءه اللي احنا اتكلمنا عنه، لكن انك واقف في مرحله اسمها الفهم ومش بتوصل لمرحله استخدام المعلومات. يعني في شرح ده العلماء قسموها ل3 حاجات: في مرحله معرفه، مرحله فهم، وبعد كده مرحله استخدام. اغلب الناس بتقف ما بين اول وتاني مرحله بس، يعني تعرف معلومه تفهمها او يخيل ليها انها فهمتها وعمرها ما بتوصل انها بتستخدمها. يعني مثلا واحد فاهم قواعد اللغه والكلمات بس عمره ما بيعرف يستخدم اللغه. واحد فاهم الجيم والعضلات بتتبني ازاي بس تبص على جسمه. وواحد فاهم اساسيات الماركتنج او التسويق، وواحد بيعرف ازاي يعمل فلوس منه. الفجوه دي يا صديقي هي اخطر حاجه في قصه التعلم كلها. وهنا بيظهر مفهوم مهم جدا اسمه ترانسفير اوف ليرنينج، تحويل التعلم. عرفتك انا شويه بكلمه تعلم وتعليم كتير، بس ببساطه انا مش عايز اما اروح على مهاره عشان اتعلمها خلاص اخدت الطريق ده بتاع ان انا احفز نفسي واقول انا محتاج اتعلم مهاره ومحتاج اخد خطوه حقيقيه، وفي الاخر بعد ما اقعد اضيع وقت طويل في ان استثمر اني اتفرج على كورس او اتفرج على فيديوهات عشان اتعلم حاجه او اتعلم لغه، افضل على الوضع ده بدون ما اتقدم او اتطور او احس بعد كده بفرق حقيقي، لان ده بيوصلني لمرحله ان انا محبط وان ده كده كده مش جايب همه. فليه بقى احاول؟ وده هو هدف الحلقه الرئيسي، انك كل دقيقه هتستثمرها انك تروح فعلا تتعلم حاجه جديده تتعلمها باصح واسرع طريقه. نرجع تاني للمفهوم بتاع تحويل التعلم ده. بيقول حاجه لذيذه، بيقول لك ان قياس التعلم ده بيتقاس بمدى قدرتك على تحويل المعلومات اللي انت فاهمها لحاجه تقدر تستخدمها فعلا في حياتك. فالسؤال يبقى مش انت فهمت قد ايه، بس انت قادر تستخدم من اللي انت اتعلمته قد ايه. وافتكر مفيش حد بيتعلم السواقه بانه يروح يقرا كتاب عن السواقه، لازم ينزل يفهم كل حاجه على ارض الواقع، يجرب، يغلط، حد يصلح له، وفي الاخر بيتعلم. وده بيوصلنا ان التعليم لازم يعدي بمرحله مهمه جدا، وهي مرحله الاحراج. انك تبقى وحش، مش عارف، بتتلخبط وشكلك مش احسن حاجه. واغلبنا بيهرب من المرحله دي لانها مرحله كاشفه، اول ما بيحاول يوصل لها بيهرب، وبالتالي عمره ما بيتخطاها ويوصل للمرحله اللي بعدها. وده يرجعنا لاول فكره بدانا بيها: انت مش بتفشل، لكن انت بتوقف بدري او بتوقف عند مرحله سطحيه جدا، عند اول احساس بعدم الراحه. واللحظه دي اللي انت حاسس انك مش مرتاح هي دي لحظه التعلم الحقيقيه. وده عمره ما كان جزء وحش خالص من الرحله، بالعكس تماما، ده يمكن اهم جزء انت هتعدي عليه في رحله التعلم بتاعتك. فالفكره اللي عايزك تطلع بيها من القصه دي: الفهم بتاع اي حاجه ده مش نهايه المطاف، ده بس البدايه. اول ما بتعدي للمرحله بتاعت ازاي استخدم اللي اتعلمته، هنا التعلم الحقيقي بيبدا. اما المحور التاني انا عايز اقف فيه في النقطه بتاعت الفجوه ما بين الاتنين. انا ماليش دعوه خالص بقصه المدرسه علمتك ايه ولا الهدف ايه من اني اذاكر عشان اجيب درجات عاليه، ده في سياق تاني، يلا نجمع درجات. بس لو انا عايز اتعلم تعليم حقيقي عشان فعلا شخصيتي تتغير حسب الابحاث والدراسات، ركز معايا في الكلمتين دول: الفجوه انك بتحس انك فاهم المهاره دي، فاهم اللغه دي، وللاسف اما بتوصل لارض الواقع، بتوصل لمرحله الاستخدام، بتلاقي نفسك في قمه السوق ولا اكنك اتعلمت او استثمرت من وقتك في اي حاجه. وده زي ما قلت لك مش ضعف منك او مش كسل، ومش في كل الاحوال، اكيد وقت بتكسل، لكن انت كده وقعت في واحده من اخطر الفجوات في مرحله التعلم. وده اللي اتكلمنا عنه من شويه، اسمه طريقه نقل التعليم. بس المفاجاه ان الطريقه دي، ان احول المعلومات اللي فهمتها والمعرفه دي لحاجه اقدر استخدمها، دي مش حاجه تلقائيه خالص. وخلينا نقسمها لخطوات عشان نفهمها كويس. ليه التعلم مش بيتنقل لوحده؟ يعني مفروض انا اتفرجت على فيديو فهمت يلا اطبق بقى. الحقيقه القصه مش بتمشي كده. المخ مش بيتعلم معلومه بس، المخ بيتعلم المعلومه والطريقه والسياق وشكل السؤال. يعني لو اتعلمت حاجه بالنمط اللي احنا قلنا عليه، انت غالبا هتعرف تستخدمها بس اما تجيلك بنفس الشكل ونفس الطريقه. يعني انت اما بتقرا في الكتاب، لو حد فتح لك الكتاب وقال لك كمل على نفس طريقه الكتاب اللي انت قريتها وفهمتها، هتعرف تجاوب. بس لو جالك سؤال عليها في الامتحان، هنا بتحصل المشكله، لان لما السؤال اتغير المخ ضاع، تاه، لانه كان مركز بس انه يرص المعلومات، مش يعرف ازاي يستخدم المعلومات دي في اي سياق وفي اي طريقه وفي اي سؤال. اما تاني سبب بيفسر القصه دي، اللحظه اللي قلتها لك، لحظه الاحراج. انت دايما وانت بتذاكر مثلا او انت بتتعلم لغه مبسوط انك بتتعلم، انك قادر تكرر ورا الشخص اللي بيعلمك، انك قادر تحس بالانجاز انك بس قاعد بتتفرج او بتاخد نوتس او بتدون، لكن خايف اني اروح اطبقه، لان مع اول مره تطبيق هتحس باللحظه الغبيه، اللحظه اللي تحسسك انك قليل، انك لسه مش فاهم، انك بتتلخبط فعلا، فترجع في نفس الدايره. تحس انك فاهم، تستريح،
تحس انك فاهم، تستريح وتكمل، لكن عمرك ما بتوصل او بتتخطى اللحظه الصعبه، وبالتالي للاسف طريقه التعلم نفسها بتبقى غلط. وهنا مهم جدا في الجزء الثالث انك لازم تتحمل انك مش شاطر، لازم تتحمل انك تبان غبي شويه عشان في وقت من الاوقات تكون ذكي فعلا، مش غبي في العموم لكن غبي بس في المرحله دي. وده يفهمك ان اهم حاجه وانت بتتعلم اي مهاره او بتتعلم حاجه جديده هو انك تدخل موقف وانت مش جاهز وتحاول فيه. هتغلط، هتتلخبط، هتتحرك شويه، بس ده بالظبط اللي بيخلي مخك يتغير. لان زي ما بدأنا الحلقة، المخ مش بيتعلم من الراحة، المخ بيتعلم من الصعوبة. بس انا فهمت المشكلة خلاص، بس عايز حل عملي، ازاي اتعلم حاجة فعلا وما افضلش في منطقة الراحة. خد معايا، طبق بدري جدا وانت لسه مش جاهز. 2، حط نفسك في مواقف مش مريحة حتى لو محرجة شوية. 3، غير السياق وما تفضلش على نفس النمط، مرة من ملخص، مرة ابدأ بالأسئلة قبل ما أقرأ أصلا المعلومات. 4، تقبل نفسيا إنك هتبقى وحش في الأول وده طبيعي. وأخيرا، دور دايما على الحاجات اللي تخليك تستخدم أكتر بكتير من إنك تعرف معرفة نظرية بس، سواء من خلال حاجة تقراها أو حاجة تتفرج عليها. المحور الثالث، ليه في ناس بتتعلم أسرع منك؟ افتكر كده، أنت قابلت حد في حياتك، كلنا قابلنا هذا الشخص، بتحس إنه بيتعلم لغة أسرع منك، بيفهم أسرع منك، بيطور نفسه بطريقة مرعبة. وأول تفسير بيجي في بالنا كلنا اكيد هو اذكى مني. بس في الحقيقه اللي الابحاث بتقوله ان الموضوع مش قصه ذكاء، الموضوع في حاجه اسمها ميتا ليرنينج. يعني ايه؟ يعني في ناس بتتعلم الحاجه وفي ناس بتتعلم ازاي تتعلم الحاجه، ودي نقطه بتفرق جدا، لان الشخص التاني مش محتاج يرجع لنقطه الصفر مع كل حاجه بيبدا يتعلمها من جديد. واول سبب ان المشكله مش في قدراتك، المشكله انك بس اتعودت تتعلم بشكل عشوائي. يعني اغلبنا اول ما بيروح على مهاره عايز يتعلمها بيفتح اول فيديو يمشي مع التاني ويكمل وراه وخلاص، من غير ما يسأل هل ده أفضل مصدر؟ هل الطريقة دي مناسبة ليا فعلا؟ هل أنا هتقدم معاها ولا لأ؟ فبيبقى عامل زي حد دخل بحر وبيتحرك ومش عارف هو رايح فين. أما الشخص اللي بيتعلم بسرعة بيعمل العكس، قبل ما يبدأ يتعلم بيفهم اللعبة نفسها بتمشي إزاي. فبدل ما يسأل فين أول فيديو، تلاقيه بيسأل إيه أقصر طريق يوديني للنتيجة اللي أنا عايزها. بدل ما يتفرج على 50 ساعة من فيديوهات قد كده، يقول إيه أهم 20% من الفيديوهات دي وإيه فيهم هيخليني أطبق بسرعة وبدري. وده مبني على فكرة اتقالت في كتاب مشهور اسمه ميك ات ستيك، واللي قالت ان التعلم الفعال مش مبني على كمية المعلومات اللي هذاكرها، ولكن مبني فعلا على ازاي هستخدم المعلومات دي. فعيش معايا المثال ده، 2 رايحين يتعلموا جرافيك ديزاين، واحد هيتفرج على كل الدروس وواحد هيتعلم الاساسيات وهيبدأ يجرب مع نفسه. تعالى بعد شهر، الشخص التاني غالبا هيكون احسن بفرق شويتين، لانه اختار طريق مبني على نتيجة مش مبني على استهلاك معلومات وخلاص. والمشكلة الثالثة في حتة ان في ناس اذكى من الناس، ان الناس اللي بتتعلم بسرعه مش بتثق في احساسها. يعني احساس اللي بيجيلك انك فاهم ده ممكن يكون احساس كذاب. التاني تلاقيه بيسال نفسه هل انا اقدر اعمل ده فعلا؟ هل اقدر اشرحه؟ هل اقدر اطبقه على مشروع صغير؟ وده اللي بيرجع للمفهوم المشهور جدا اللي هو اكتيف ريكول او الاسترجاع النشط. هم مش بيستخدموه كطريقه بس للمذاكره، ولكن لقياس التقدم بتاعهم هم بيتعلموا فعلا. يعني بدل ما يقول انا خلصت كورس كذا وكذا وكذا، يسال نفسه انا بدات من الكورسات دي اعمل واتعلم ايه فعلا. اما الحاجه الرابعه ان في ناس اذكى من الناس، هو انهم بيعرفوا امتى يوقفوا. يعني اخطر حاجه انك تفضل ماشي في طريق غلط لفتره طويله بس عشان انت مشيت فتره قبل كده. الشخص العادي هيستخسر الفتره اللي قعدها ويفضل مكمل 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 حتى لو مفيش تقدم واضح، اهو اسمي في الاخر خلصت ولا انجزت كورس ولا 2. اما الشخص اللي بيتعلم بسرعه هيلاحظ يلقط ان في حاجه او في مشكله غلط وبعديها ياخد قرار بسرعه، مش تسرع بعد اول فيديو او 2 او مع لحظه الغباء، ولكن اول ما يحس ان فعلا ده مش الطريق بتاعي. وده عشان هم مقتنعين ان في الابحاث اللي طلعت في اخر فتره وفي التجارب اللي هم بيعملوها ان التعلم مش خط مستقيم، كل ما تعدل اسرع كل ما تتعلم اسرع. يعني انا شايف ان الطريقه دي مش بتجيب نتائج معايا بعد يوم، بعد 2، بعد اسبوع، بعد 2، لو هفضل على نفس النمط لحد ما اخلص الكورس او اخلص مجموعه الفيديوهات اللي المفروض اتفرج عليها هخرج بنفس النتيجه. سبحان الله. لكن في حين ان انا لقطت ان الطريقه دي غلط، الطريقه دي مش بتعلمني، الكورس ده فعلا مش بيفيدني، وبدات في اللحظه دي اخد حاجه تحسن الوضع ده، اكيد النتيجه هتكون مختلفه. ولو حسيت ان الكلام بيبدو بديهي، بص في دفاترك القديمه وهتكتشف انه مش بديهي قوي، لان غالبا كلنا بنقع في نفس الغلطه. وفي 3 حاجات بيضيعوا عمر الناس في التعلم. اول حاجه الكمال، انك تبقى مستني ان كل حاجه تكون جاهزه وكل حاجه تكون مثاليه، مستني عشان تبدا تكون فاهم كل المعلومات. تاني حاجة الاستهلاك، اخد في فيديوهات، في كورسات، في محتوى، كل ده من غير تطبيق. اما تالت حاجة الخوف من الغلط، مش عايز شكلك يبقى وحش، مش عايز تغلط، مش عايز تحس بإحراج،
فبتفضل مكانك في نفس النقطه. واللي بيتعلم بسرعه بيعدي كل المراحل دي بشكل اسرع بكتير من غيره. والحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، لو انت عايز تبقى من الناس اللي بتتعلم كل حاجه بسرعه، انك اتعلم ازاي تراقب نفسك. يعني اقوى مهاره في القصه دي كلها انك تبقى واعي بنفسك وانت بتتعلم. يعني ابقى عارف انا واقف فين، ايه اشتغل معايا وخلاص فهمته، ايه ما اشتغلش معايا ومحتاج يتعدل. وده مبني على مفهوم في العلم اسمه ميتاكوجنيشن، ودي مهاره حقيقي نادره. اصل اغلبنا بيتعلم كده، يعني هو مش واخد باله هو اتعلم ازاي. لكن واحد يكون مراقب نفسه وفاهم هو واقف فين وايه اتحسن ايه ما اتحسنش، دي مش عند كل الناس. واللي هيسهل عليك ده انك في كل مره بدل ما تروح تبدا من الصفر تفهم هي بتمشي منين. يعني ايه اهم حاجات انا محتاج اتعلمها، وايه المقاييس اللي اقول لنفسي انا كده ماشي بالشكل الصح، تعرفها من حد خبره، او اقول لنفسي لا انا كده محتاج وقفه، او الكار ده مش كاري، او المهاره دي مش هي اللي هتنفع مع القدرات بتاعتي. النقطه اللي بعد كده يا صديقي انك لازم تفهم ان كل الابحاث الجديده بتقول ان المخ بيتعلم بالتوقع مش بالاستقبال. يعني انت فاكر، ودي الصوره النمطيه اللي عندنا كلنا، انك عشان تتعلم لازم تسمع وتقرا وتشوف وبس الحقيقه اللي علم الاعصاب بيقولها مختلفه شويتين عن ده. هما بيقولوا ان المخ مش بس بيستقبل المعلومات، المخ كمان بيتوقعها. وده مبني على مفهوم اسمه predictive processing. وبلاش جو المصطلحات، خلينا افسر لك القصه تمشي ازاي. هو ازاي اصلا المخ بيشتغل؟ المخ مش قاعد كده مستني المعلومات عشان يستقبلها. المخ بيبني التوقع، بعد كده يقارن الحاجه اللي بتحصل بالتوقع اللي هو حاطه في دماغه، وبعد كده بيبدا يعدل نفسه بناء على الفرق ده. يعني قبل ما تسمع الاجابه مخك بيحاول يخمنها، ولما الاجابه تطلع مختلفه هنا بيحصل التعلم. يعني مش لما تسمع بس، لكن لما تتوقع وكمان تغلط. والغلط مش مشكله، الغلط هو بس اشاره بتقولك انه في حاجه مش ماشيه صح. وده اللي بيخلي اغلب طرق التعلم التقليديه ضعيفه. فيديو شرح معلومه جاهزه، انت قاعد بتعمل ايه؟ لا مفيش لا محاوله ولا توقع ولا غلط، فالمخ بيعمل ايه؟ ولا حاجه. عشان كده بتحس انك فاهم، واما تيجي تطبق ولا حاجه، لانك ما فعلتش النظام الحقيقي للتعليم. هما كانوا بيقولوا ان اللحظه اللي هتتعلم فيها فعلا اما مخك يقول انا متوقع ان الاجابه كذا، وتتفاجئ ان الاجابه مختلفه عن توقعك، هنا بيحصل فعلا التعليم. لان اللحظه دي بتعمل فجوه ما بين الواقع والتوقع اللي جوه دماغك، والمخ ما بيحبش الفجوات، فيبدا يعدل نفسه في طريق الحاجة والمعرفة الحقيقية اللي وصل لها. وده يخلي أقوى طريقة تعليم ممكن تمشي عليها وانت بتتعلم أي حاجة جديدة هي كالآتي: بدل ما تبدأ بالشرح ابدأ بالسؤال. يعني توقع قبل ما تشوف، واسأل نفسك الإجابة ممكن تكون إيه للسؤال ده. 2. جاوب قبل ما تسمع حتى لو الإجابة غلط وانت دلوقتي فهمت السبب. 3. خمن قبل ما تعرف. يعني داخل على تاسك جديد جوه الحاجة اللي هتتشرح لك، خمن ايه من معرفتك اللي انت خلاص بقيت عارف تستخدمها لو طبقته هنا ممكن يخلي الحاجة دي تشتغل حتى لو غلط. بعد كده اما تعرف الصح قارن بين الاتنين، وقتها مخك هيتعلم. طب ما دام الموضوع سهل كده ليه الناس مش بتعمله؟ لان التوقع صعب، هيرجعك لنفس النقطة تاني في دايرة الاحراج، انك مش عارف، مش مستريح، حاسس انك غبي، فبتهرب للشرح الجاهز بدون ما تتعب او تجهد نفسك. فاكر لما قلت اتحمل انك تكون غبي في لحظات او مش شاطر في لحظات؟ وانت بتتعلم هيكون في نسبة مخاطرة انك تطلع غلط، بس قصاد ده هيكون في فرصة ان الوقت اللي انت قعدته طلعت بيه بحاجة حقيقية. تعب صغير او احراج صغير في كل مرة هتقعد تتعلم فيها هيخلي الموضوع اصعب شوية، امتع شوية، لكن الاهم من ده انه هيوفر عليك وقت كبير انك تقارن بين انك قعدت شهور بتتعلم في حاجة طلعت منها بلا شيء، وانك قعدت وقت قليل بس شايف تحسن حقيقي وشايف انك فعلا بتتطور. اما المحور اللي بعد كده يا صديقي، التعلم الحقيقي مش خط وبيحصل وانت مش متأكد من كل حاجة. اما تبذل مجهود وتحاول وتجرب تتعلم بس حاسس ان مفيش تحسن واضح، فتبدأ تسأل نفسك السؤال انا واقف ليه؟ هو انا ليه مش بتقدم؟ والحقيقة انت بتبقى قدام طريق من اتنين: ان في مشكلة بتحصل في طريقة التعلم نفسها، في الفيديوهات، في طريقة التطبيق نفسها. اما تبدأ تحل الحاجات دي وتحس انك لسه واقف في نفس النقطة، فغالبا انت بتكون في الاتجاه التاني. وللابحاث بتقولوا هو كالآتي: انك ممكن تكون بتتحسن بس انت مش شايف ده، لان ببساطة التعلم مش خط مستقيم. يعني ما اقدرش ارسمه على كيرف. يعني لو انا عملت دلوقتي النهارده نقطه ذاكرت، بكره ذاكرت، بعده ذاكرت، ده مش معناه انه النتيجه النهائيه هتكون على قد النقط اللي انا بذاكرها، عشان احنا متخيلين ان التعلم معناه ان كل يوم احسن من اللي قبله. لكن الابحاث اثبتته، واللي محتاج تفهمه كويس وانت بتتعلم، انه العمليه بتبقى الدنيا هاديه هاديه هاديه، وفجاه بيحصل قفزه، كليك،
وده اللي بيسموه نون لينير ليرنينج، تعلم غير خطي، يعني مش ماشي على خط مستقيم. وانا الوصف ده بالظبط حصل معايا وانا بتعلم انجلش. انا قعدت يمكن شهرين بشكل مستمر، كل يوم هسمع نص ساعه حتى لو انا مش فاهم اي حاجه. النهارده مش فاهم، بكره مش فاهم، بعده اروح اجيب حاجه انا انترستد فيها، وليكن الكوره مثلا بالانجلش، واحاول اسمع واندمج فيها. وفجاه يمكن على اليوم ال 45 او 46 الموضوع حرفيا اكنك دوست على زرار، اشبه بالسحر. فجاه انا كملت بودكاست كامل حوالي ساعه وما حسيتش ان انا محتاج ابص على سبتايتلز او في كلمه انا ما فهمتهاش فمحتاج اوقف عشان افهم السياق بتاعها ماشي ازاي. وده لو انت دورت على المهارات اللي انت اتعلمتها من وانت صغير هتحس الموضوع بيمشي بالنمط ده. بيكون في امارات بسيطه للتحسن بس مش قد توقعاتك. هو فجاه بتحصل القفزه دي وبتحس انك اتعلمت فعلا. والسبب اللي بتقوله الابحاث ان الموضوع بيكون مرتبط باعاده تنظيم حاجات جوه المخ. يعني المخ بيجمع المعلومات، معلومه ورا 2 ورا 3، بتحاول تجرب حاجه فبيضيف معلومه تانية، وبعد فتره بيرتب المعلومات دي مع بعضها، وفجاه بتحس بتحسن حقيقي حصل من المهاره اللي انت بتتعلمها. وده اللي بيحصل معانا كلنا في الجيم. فتره بتحس انك بروح الجيم مفيش تطور، لكن لو جيت بعد فتره قارنت مثلا ما بعد ما عدى عليك 4 أسابيع مقارنه باليوم الاول، هتبدا تحس بفرق كبير. بعد سنه واليوم الاول هتحس بفرق اكبر. اهو التطور اللي بيحصل في العضلات ده شبه التطور اللي بيحصل في المخ بتاعك. وده اللي بيسموه في معظم الابحاث مرحله البلاتو، ان كل مهاره واحنا بنتعلمها بتعدي بحته الدنيا بتكون هاديه وثابته. وده اثبت في ابحاث علميه كتير. يعني في واحده من الدراسات اتعملت على عزف البيانو، جابوا مجموعه من المتعلمين وقعدوا يراقبوهم لفتره وهم بيتعلموا، مستواهم ثابت فتره طويله، وفجاه حصل القفزه وبان فرق جدا في مستواهم من الحاجات اللي بيتعلموها. لان التعلم الداخلي اللي جوه مخك واعاده ترتيب الروابط العصبيه شغال، حتى لو اللي باين عليك من بره انك نفس الشخص لسه نفس مستواك في المهاره دي. والمرحله دي هي اكتر مرحله الناس بتستسلم فيها. لو انا بذلت مجهود كبير قوي عشان ابقى موجود هنا، وصبرت على المراحل الاولانيه بتاعه التعلم، ووصلت لحته انا مستوايا مش عارف اتحسن فيه. وده في الحقيقه بيحصل لسببين. اول حاجه، مفيش مكافاه راجعه جايه لك. يعني في مهارات زي الجيم واللغه اللي كنت بقول لك عليها وحاجات معينه في الشغل، التقدم لما يكون مش ظاهر بسرعه مخك تلقائيا بيقعد يقول لك خلاص مفيش فايده. والحاجه التانيه انك انت نفسك بالحوافز بتاعتك وبالاراده بتاعتك صعب تتقدم لو مفيش مكافاه ولو صغيره جايه. المخ محتاج مكافاه وارادتك كمان محتاجه مكافاه. وعشان كده للاسف في المرحله دي وانت مش عارف الحقيقه اللي احنا لسه قايلينها، بتستسلم ومش بتكمل في الطريق الطويل اللي انت قطعته. واهم نصيحه انا محتاج اقولها لك هنا، انك اوعى توقف في اللحظه دي. لو انت وانت ماشي عملت كل النصايح اللي احنا قلناها، وراجعت الطريقه بتاعه التعلم نفسها، المصدر نفسه، متاكد تماما ان كل حاجه بتتعمل صح، بس مستواي ثابت، اوعى توقف هنا. لان عارفين الرسمه المشهوره ان انا وقفت في اللحظه، انا محطوط قدامي سور ومش عارف ايه اللي ورا السور ده، انا وقفت في اللحظه ان خلاص اخر طوبه في السور كانت هتتكسر، وبعد كده اشوف ايه اللي مستنيني ورا السور ده. طيب مفروض اتصرف ازاي؟ اول حاجه ابدا انوع في طرق التعلم. يعني في المذاكره لو بذاكر بنفس الطريقه والمخ اتعود عليها، اروح اذاكر بطريقه تانية، اجرب حاجه مختلفه. 2، اغير مستوى التحدي. يعني لو سهل اصعب الدنيا شويه، ولو صعب جدا اللي بيخليني انهار اقلل الدنيا شويه. 3، اغير البيئه، مكان جديد، ناس مختلفه، ده كله بيكسر الروتين الذهني. واخر حاجه ان اتقبل ان التعليم عطلته دي ممكن تحصل، ان مفيش اجابات اصلا للاسئله بتاعتي. يعني ممكن المشكله ان البيئه اللي حواليك فيها اصلا نقص معلومات، انت مش متاكد من ان الطريق اللي انا ماشي فيه ده في الاخر هيوصلني لنتيجه كويسه، فبقف. فمخك مش عايز يبذل مجهود اضافي، فارادتك حاسه ان الموضوع مفهوش الحافز الكفايه انها تكمل. عشان المهارات مش زي التعليم في المدرسه، اللي هو انا عارف ان انا لو عملت كذا كذا هنجح وهتطور وهكبر وهعدي السنه اللي بعدها. المهارات الموضوع مش بيمشي كده، مفيش مكافاه واضحه. فلازم افهم ان ده جزء من طبيعتي، واحاول اتخطى الصعوبه دي عشان اوصل فعلا للمرحله اللي بعد كده، واللي هي غالبا بتكون القفزه والخطوه التكه اللي انت مستنيها عشان تتاكد انك اتعلمت المهاره. وهنا خليني اقول لك اسرع 7 حاجات ممكن تعملهم عشان تتعلم اي مهاره جديده في اسرع وقت. اول حاجه، اختصر المجال لنواه المهاره. يعني بدل ما تدخل بسرعه في بحر المحتوى، حدد اصغر مجموعه مهارات توصلك لاكبر نتيجه وتقدم في المهاره دي. وده مبني على مجموعه من الافكار اسمها الترا ليرنينج. يعني وانا بتعلم لغه جديده اروح اتعلم محادثات بسيطه واهم واكتر استخدام ل100 كلمه او جمله بيتم تداولهم يوميا، فبسرعه انط وابقى عارف اتكلم. اركز على مشروع صغير في البرمجه بعد فتره معينه لازم انجزه، فابقى كسرت من جوه دماغي
حاجز المثاليه، محتاج كل حاجه اخلصها عشان اروح اطبق، وفي نفس الوقت الحاجه اللي ما بيني وبين التطبيق هو اهم 20% بس من كل مهاره، عشان لو بدات في كل التفاصيل هيجي لك شلل كده، اللي هو انا هخلص كل ده ازاي. لكن النواه اهم 20% من كل حاجه، بتديك دخول سريع جوه المهاره وبتديك نتيجه، والنتيجه هي الاساس اللي هيحفزك تكمل بعد كده. 2، حدد مشاريع صغيره قبل ما تبدا المهاره. القصه مش قصه دروس هفضل اتعلم واتفرج على فيديوهات وكورسات وخلاص، فبدل ما تقول هخلص كورس كامل، حدد مشروع صغير تنجزه بعد عدد معين من الفيديوهات. بدل ما تقول هستنى لحد ما اتعلم اللغه وبعدين اتكلم، هقول بعد عدد معين من الايام هقيد نفسي ان اعمل محادثه وليكن لمده دقيقه. وانا بتعلم ماركتنج قدامي مثلا 4 كورسات، بعد اول كورس هروح اعمل اعلان واجرب. المشروع بيجبرك انك تستخدم المعرفه اللي انت عمال تتعلمها دي في تحدي حقيقي، ودي اسرع طريقه تكتشف بيها ايه النواقص اللي عندك، وبيخلي عمليه التقييم مبنيه على حاجه ملموسه، مش مجرد احساس زائف انك فاهم او انك عارف وانك اما تروح هتبقى تنين وتكتشف ان الموضوع انت كنت فاهمه بشكل غريب خالص. 3، خلط المهام ببعضها بدل ما تعزلها او تفصلها. يعني بدل ما تركز على حاجه واحده لمده طويله، اخلط مهام مختلفه مع بعضها. وده من احدث الطرق اللي اتكلموا عنها في التعلم، اسمها انترفيلينج. يعني يبقى جلسه التعلم دي جزء هقرا فيه وهتعلم حاجه جديده، جزء هصحح غلطات قديمه، وجزء هطبق الحاجه الجديده اللي اتعلمتها. فانت مش هيبقى عندك نمط واحد لمخك، بل مجموعه من الانماط هتحسن جدا المستوى بتاعك في كل خطوه بتاخدها في الطريق بتاعك. 4، قارن بنموذج حقيقي. يعني بدل ما تتعلم في الفراغ، اشتغل مع مرجع واضح. يعني شوف طريق محترف وقارن النقط اللي انت بتتعلمها بالنقاط دي، مش تنسخ منه، بس المقارنه في السياق ده بتديك فرصه انك يكون عندك تقييم حقيقي بدل التقييم العشوائي لنفسك. وكل فرق بتلاحظه بين مستواك ومستواه بتفهم فعلا ايه اللي انت بقيت قوي فيه وتعلمته، وايه النقص او الغلطات اللي عندك وتشتغل عليها. 5، تايم بوكسنج او ضغط الوقت. التعلم دايما بطيء لان الوقت مفتوح، مخك بيركز جدا وقت ما يكون الوقت مضغوط. فما تقوليش انا هخلص الدرس ده النهارده، انا هخلص الدرس ده في وقت محدد مخك هيركز فيه وهيخرج فيه باهم الحاجات عشان تنجز المهمه في الوقت اللي انت حددته. فيمنعك من المماطله، من التفكير ازاي تركز على اهم الحاجات، وبيخلي ان كل جلسه قاعد بتشتغل عليها هي ليها نهايه واضحه وليها تقدم انت حاسبه او حاسب حاجه قريبه منه قبل ما تبدا اصلا. المرحله اللي بعد كده عشان تتعلم اي حاجه جديده باسرع طريقه اسمها التعلم العكسي. بدل ما تبدا من الاساسيات، ابدا من النتيجه. يعني شوف الناتج النهائي بتاع اللي انت بتتعلمه ده شكله عامل ازاي، وابدا كسره وحاول تبنيه مره تانية. وده بيختصر وقت ضخم جدا لانك بيخليك خلاص فاهم الصوره الكبيره. لو بتعلم جرافيك ديزاين، ده هو التصميم اللي محتاج اوصل له. طب التصميم ده اتكون ازاي؟ بدل ما ابدا اتعلم فيديوهات لحاجات عشوائيه وادوات فرعيه وفي الاخر اصلا مش عارف ازاي ده كله هيتجمع مع بعضه عشان يطلع لي النتيجه دي. اما الحاجه اللي بعد كده عشان تتعلم باسرع طريقه ممكنه، انك تدور على غلطاتك مش على معلومات جديده وخلاص. يعني الغالب بيقعد يعملوا ايه؟ هتفرج على فيديوهات، اخد معلومات فمعلومات فمعلومات. لكن التطور الصح تصحيح تصحيح تصحيح. ودي بتفسر حاجه موجوده في الطب اسمها فيدباك لوب، ان كل غلطه هي اقصر طريق يصلح لك ويعلمك. ولو تجاهلت الغلطه دي هتفضل تجمع معلومات مبنيه على غلط، وفي الاخر مش هتوصلك لنتيجه. الملخص بتاع اللي احنا بنقوله ده قبل ما نروح لاهم محور في الحلقه بتاعت النهارده، واللي من غيره كل الحاجات دي هتعتبر حاجات فرعيه، ان الطريقه دي مختلفه عن الطريقه التقليديه في انك بدل ما تقول لك ابقى افهم وبعدين طبق والكليشيهات الجميله دي، هي بتقول لك اشتغل، اغلط، وبعدين صحح، وبعد كده فعلا هتتعلم. ولو طبقتها على اي مهاره هتختصر لك اللي بتعمله في شهور تعمله في اسابيع، واللي بتعمله في اسابيع ممكن تعمله في ايام. واحنا هنا بنتكلم بالعلم وبالابحاث وبالتجارب. بس لو انت اتفرجت على اي فيديوهات بتظهر لك عشوائيه وشفت اسرع واحد بيتعلم لغه، عمره ما هتلاقيه بيتعلمها بالطريقه التقليديه. او لو واحد اتعلم تسويق مثلا في سن صغير، عمره ما هتلاقيه يتعلمها بالطريقه التقليديه. وكذلك الكودينج او التصميم او اي مهاره من المهارات اللي انت بتحاول تسعى انك تتعلمها، الموضوع مش بيمشي بالطريقه التقليديه، لان دي هي ابطأ طريقه بتعلمك وبتسرق كتير جدا من وقتك ومجهودك. اهم محور في الحلقه واللي هنختم بيه، انك ممكن تكون فاهم كل الدنيا دي بس للاسف مقتنع في قرارة نفسك بهويه غلط. اهم محور هو اعاده تعريف نفسك من خلال التعلم. على الجمل اللي مش فاهم منها حاجه، اللي اقصده ان كل المحاور دي ملهاش اي قيمه لو انت ما غيرتش صورتك عن نفسك.
عشان الموضوع مش معلومات، الموضوع انت شايف نفسك ايه. يعني ايه الصورة الداخلية اللي انا شايف بيها نفسي؟ هل انا شايف نفسي شخص ملتزم ذكي شخص بيكمل، ولا انا شايف العكس؟ المشكلة ان الصورة دي حرفيا هي اللي بتتحكم في كل تصرفاتك، وده اللي للاسف بيخليك تفشل اصلا انك تحاول. لان الموضوع انت مش فاشل عشان انت مش قادر، انت مش فاشل عشان انت بتتصرف على قد الصورة القديمة اللي انت شايف نفسك بيها. فلو انا شايف نفسي اصلا مش بتاع التزام ومش هقدر اكمل، هل تتوقع من نفسك انك تكمل وتنجز حاجة؟ بل بالعكس، انت في كل مرة هتقع عشان تثبت نفس صحة الصورة الذهنية اللي محطوطة عن نفسك. وزي ما قلت لك في حلقات تانية ان في ابحاث علمية بتقول ان الانسان بيحافظ على صورته الذهنية حتى لو ضد مصلحته. واحد بيقول انا اصلا كده كده مش بتاع لغات ومش بعرف اتعلم اللغات، هيبدا ويلاقي صعوبة اللي هي المفروض تبقى مرحلة طبيعية، يقول لك لا 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 استنى، ده انا غبي اصلا، ده انا مش بتاع لغات، فيسيب القصة وما يكملش. وده اللي المهم تفهمه، ان التعلم الحقيقي لما يكون عندك المهارات دي والمعرفة دي قبل ما اروح اتعلم حاجة جديدة، هو مش بس بيديك معلومات او بيكسبك المهارة اللي انت محتاج تكتسبها عشان تروح تطبقها في ايا كان المجال اللي انت عايزه، لكن بيغير من صورتك الذهنية نفسها. لانك بالطرق دي انت فعلا بتتعلم وبتتقدم، وبالتالي انت مش بتغير نفسك بالكلام، انت بتغير نفسك بالادلة وبالتقدم اللي انت بتعمله كل يوم في الطريق بتاع التعلم بتاعك. فكل مرة انت بتعمل حاجة مختلفة مخك بيسجل انا الشخص ده. يعني اول مرة تروح الجيم هيكون موضوع غصب عنك وبتقاوم، تاني مرة المقاومة اقل، تالت ورابع مرة بعد اسبوع بعد شهر خلاص مخك بيفهم انا شخص رياضي، انا شخص بتاع الجيم. وده الفرق بين واحد بيحاول وواحد بقى. واهم حاجة واحنا بننهي الحلقة، ما تحاولش تغير كل حاجة مرة واحدة، دي افشل طريقة انت ممكن تغير بيها نفسك. التغيير الحقيقي بيحصل كالاتي: تجارب صغيرة، مش هقول انا هغير حياتي، قول هجرب اغير حاجة صغيرة، مكالمة، تمرين، مذاكرة لمدة معينة. تاني حاجة احتفل بالنجاحات الصغيرة وقدرها، كل نجاح صغير دليل انك بتاخد هوية مختلفة، بتاخد هوية جديدة فعلا بتتغير. وما تقعدش تقول عمال على بطال انا اتغيرت انا اتغيرت وانت لسه في اول او تاني يوم. خلي الموضوع يمشي وياخد وقت ويجي بالتدريج لحد ما تفكيرك ينعكس فعلا، انت بقيت تفكر بشكل مختلف في الحاجة دي. وقتها ابدأ بقول بقى بصوت عالي انا فعلا اتغيرت، عشان تثبت الهوية الجديدة اللي اتبنت. واخطر حاجة انك تستنى تحس انك جاهز، عمرك ما هتكون جاهز عشان تبدأ. الاحساس بيجي بعد ما ابدأ في الحاجة مش قبل. مخك كده كده عايز يوفر ومش عايز يتعب، ولو استنيت انك تكون جاهز عشان تغير حاجة في نفسك هتفضل نفس الانسان طول حياتك. في العصر اللي احنا فيه ده في فرص كتير وحاجات كتير قوي ممكن تتعلمها. المهم نصيحتي انك تعمل حاجتين: انك تركز تتعلم حاجات محددة، ما تقعدش تاخد حاجة من كل حتة، بالعكس اتعلم مهارة كمل فيها، كنت مبتدئ خليك متوسط فيها، بعد كده خليك سينيور فيها، خليك فعلا شاطر فيها. دي اول حاجة. وتاني حاجة اتعلم بالطريقة الذكية، بدل ما اخش بغشومية كده، اسمح لي اقول لك الكلمة دي، لا افهم ايه النواة بتاعت كل حاجة، ايه اقصر طريقة اتعلم بيها، اهم 20% من كل حاجة هتخليني بعديها ابدأ اطبق في مشروع فعلا. ازاي هراقب نفسي وانا بتطور. وما تبطلش تكتشف قدراتك وتتعلم حاجات جديدة عشان تبقى شخص مختلف. في العصر اللي احنا فيه ده مش بس المذاكرة والطرق التقليدية هي اللي هتخليك شخص مميز، بالعكس تماما. لو وصلت لنهايه الحلقه احب اشكرك، اتمنى تكون استفدت. ما تنساش تنشر الحلقه مع صحابك عشان الدل على الخير كفاعله. وهتلاقي ملخص مكتوب للحلقه في مجتمعات عقليه من الروابط اللي موجوده في وصف هذا الفيديو. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وتشترك في القناه عشان تساعدنا نوصل ل 500 الف مشترك ان شاء الله قبل نهايه السنه. اتركك في رعايه الله وامنه.